100 جنيه هنعمل بيها ميزانية يوم أكل لحمة وخضار ودنيا. يلا ازاي يا ميمة، يلا نقول ايه. والله يا بنات زي ما لكم كده. اقول لكم الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، يا الناس اللي من العراق والناس اللي من الجزائر والناس اللي في مصر وحتى اللي في استراليا، والله العظيم انتوا احلى ناس ومنوريني في القناه. طيب لو ست البيت اتزنقت في اخر الشهر، ما احنا وقت الزنقه، ومعاكي 100 جنيه وعايزه تعملي اكل ان شاء الله حتى عندك ضيوف، هتعمل ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وناخد ال100 جنيه كده نسمي عليهم. وعلى فكره لما تاخدي كده وتسمي على الحاجه تقولي ان اعطيناك الكوثر، سوره الكوثر والاخلاص، ربنا بيبارك. وفي الاكل تقولي لإلاف قريش إلافهم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. القليل معاكي هيبقى كتير. حلو. طيب نشوف الميزانية هتمشي ازاي. أول حاجة كده أخد الفلوس، أروح أجيب ربع كيلو لحمة. حلو الكلام، ربع كيلو. طيب اللحمة اللي تبع المجازر عموما أو كده هتلاقيها ب260 265 حاجة كده اللحمة. تمام، نجيب ربع، قوله نعمل له 65 جنيه 66 جنيه. خلاص كده تمام. ادي حاجة فاضل. هيبقى فاضل معايا كام؟ هيبقى فاضل معايا يا بنات 35. تمام. طبعا اللي لسه داخلين وما عملوش لايك وانزلوا اعملوا لايك بسرعة بسرعة بسرعة، وتعالوا اشربوا معايا الشاي، كوباية الليمون الساقعة الباردة ديت في الجو اللي احنا فيه. خلاص يبقى احنا جبنا لحمة. اكيد في البيت بقى فيه بطاطس فيه بصل، بس احنا برضو هيفضل معانا 35 جنيه. هجيب فول، تمام، واجيب طماطم واجيب بطاطس. لو عندك في البيت هتبقى مصلحة. تمام. اكيد يعني نجيب الاول، هنقول مثلا كيلو مكرونه، نص كيلو مكرونه. طيب نص كيلو مكرونه 11، اتبقى معايا 24 جنيه. تمام كده. انت عارفه ان نص كيلو مكرونه يعمل لك برده مكرونه كتير مش شويه، برده على حسب الافراد. تمام، نص كيلو كل الا ربع. هاتي مكرونه فرط عشان يبقى كيلو كيلو. وفي كيس مكرونه، والله ما هو اعلان يا بنات، انا حتى معرفه اصحابهم، كيس مكرونه اسمه الاطيب. الكيلو فيه كامل، انا كنت جايباه ب20 او ب22 والله يا بنات من كازيون. تمام، هو اسمه الاطيب. وفي دقيق وفي سكر من الاطيب ده، والله حاجتهم حلوه جدا واسعارهم رخيصه. في برضو كيس مكرونه كامل بس ده غالي، اللي اسمه كيلو ده غالي، لا خليكي في الاطيب، هو نفس الحكايه برضو ونفس الجوده. خلاص، جبنا المكرونه وجبنا اللحمه وجبنا الفول. حلو. مع بقى اللي زايدين بقى الفلوس اللي معايا كده يعني نقسم بين الطماطم والبطاطس والفول. والله عندي طماطم في البيت مصلحة، عندي بطاطس مصلحة. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة كده هناخد اللحمة نديها لحد من الجزارين اللي تبعنا، يكون مثلا جزار تبعك ولا حاجة. تمام، وتقولي له لو سمحت بالله عليك افرم لي دي وشين. خلاص يفرمها لي، هو ربع كيلو يعني مش هيبقى فيه حاجة، وحط عليها حتة دهنة. خلاص، خلي بالكم من حتة الدهنة دي، لان هقول لكم على حاجة والله هتبقى كنز في بيتكم. الفيديو اللي جاي ان شاء الله بالدهنة دي هعلمكم بتعملوها ازاي. خلاص. طيب اخد اللحمة في البيت، ابشر قدها بصل او ممكن كمان ازيد. تمام، يعني ابشر قدها بصل. لو الجزار معرفة قوي، انت ممكن تاخدي معاكي 4 بصلات كده وتقولي ممكن تفرمهم لي مع دول عشان كله يروح في بعضه. طب ما فيش، هتفرموها ناعم قوي، يعني هتبشري البصل ناعم. خلاص، يبقى احنا حطينا يبقى ربع اللحمه بقى نص. حلو الكلام. طيب هنبشر عليها ممكن فلفل اخضر، ممكن بطاطسايه. تمام. في ناس بقى بتعمل، ودي حاجه تعملها في البرجر، بتجيب فول صويا وبتنقعه. تمام، وبعدين تعصره قوي وتحط عليه الربع كيلو يبقى لك كيلو، بس لازم تنقعي فول الصويا الاول. خلاص. طيب يبقى احنا
ضفنا عليها ممكن طماطم مبشوره، ممكن بطاطس مبشوره، ممكن فلفل اخضر، ماشي، جزر. خدي جزرتين حلوين كده وابشريهم. طبعا كل ده هيروح في التتبيله. تمام. طيب اللحمه المفرومه اعمل بها ايه؟ خدي عندك، ممكن تعمليها مكرونه باللحمه المفرومه، عندك لبن اعملي مكرونه بشاميل، ما عندكيش خلاص ممكن نعمل كفته داوود باشا. تمام. عارفين كفته داوود باشا؟ طيب ممكن نعمل كفته عادي نعملها صوابع كده ونحطها في في الصينيه وناخد جزء للمكرونه. يعني انت شفتي هيبقى الدلع شكله ايه؟ يعني تاخدي معلقتين كده تحطهم في صلصه المكرونه، وباقي اللحمه اعمليها صوابع او اعمليها برجر. ده انت لو عندك ضيف هيبقى تاكلي وتحمدي ربنا. البطاطس هنحمرها. طب يا ماما ما فيش زيت، اقول لك انا لو ما فيش زيت نتصرف ازاي. بتمسكي البطاطس بتقطعيها عادي خلاص كده، وتيجي حاطه معاها فصين توم ووردين شطه خضراء وشويه زيت كده ترشيهم عليهم، وتيجي مدخلها الفرن ومغطيه عليهم، وحطي عليهم مع شويه ميه علشان خاطر ايه صغيرين عشان خاطر يستوي على طول. خلاص كده يبقى انا من ربع كيلو ممكن اعمل طبخه لو احنا كتير. طب انا لو ما عنديش ناس كتير انا وجوزي، طيب الربع كيلو بعد ما عملت فوق كل ده هقسمه 3 مرات على 3 اكياس من اكياس الخزين، اشيل كيسين في الفريزر واعمل كيس. طيب انا معايا فول، تمام، عايزه نعمل عشاء. طيب هنعمل ايه؟ الفول ممكن الصبح تعمليه، تمام، وبالليل تعملي بطاطس مسلوقه وتحطي في وسطها بعد ما تعصجي اللحمه، تحطي لحمه وبعدين تحطي طبقه بطاطس بوريه عادي، وتيجي على وشها تحطي شويه بقسماط او عيش من اللي عندك الناشف. تمام. ولو عندك بيضه تحطها كده على الوش وتحطها في الفرن. يبقى انا عملت فطار وغدا وعشاء. فطرنا بالفول، عملنا فول بطماطم ولا حاجه، تمام. الغدا عملناه مكرونه وكفته حاتي او كفته عاديه او برجر او كل الكلام الحلو ده. وبالليل نسلق بطاطس ونعملها بلحمه. يعني انت عارفه بال100 جنيه هفطر واتغدى واتعشى بلحمه؟ انت متخيله؟ والله العظيم يا بنات اللحمه المفرومه في البيت ده كنز. ماشي. وبصي عايزه تعملي رقاق، عايزه تعملي لو عندك هقول لك على حاجه كمان، ممكن تسيبك من كل ده وتجيبي نص كيلو جلاش. بس هاتي من الجلاش اللي هو اللي من الافران الفرط ده، ما تجيبش اكياس اللي هو الجلاش سوري، او هاتي كيلو. تمام. عملنا الصينيه المحترمه حلو، حطينا 3 4 5 ورقات، وحطينا اللحمه وحطينا 4 5 ورقات ولا ايه فوق الصينيه من فوق، وقطعناها وسقيناها، حطينا سمنه من تحت وسقيناها من فوق. بعد كده كوبايه فيها لبن حلو، ونضرب معاهم بيضه ملح وفلفل، ماشي، بس كوبايه كبيره او يعني مثلا كوبايتين لو عندك لبن. مفيش حطي شوربه بس ما تحطيش بيض عليها، يعني سقسقيها كده او رش عليها بشويه ميه ولا حاجه من الطبق اللي فوق منها. يعني احنا ممكن نعمل صينيه كبيره او صاج على قد، شفتي البتاع دي قد ايه اللي هي الورقه الجلاش. خلاص اعملي صينيه قدها وهناكله وهنشبعه. طبعا انت هتاخدي يعني جزء منها من اللحمه، مش هتاخديها كلها، واحنا زي ما هنشيل معاها زي ما احنا. تعملي جنبها كفته، تعملي جنبها مكرونه، تعملي ان شاء الله مكرونه بصوص فيه لحمه، تعملي مسقعه لو عندك فلفل وبتنجان، وتعملي لها صوص ابيض وتكوني مسقعه بالبشاميل وبرده فيها معلقه لحمه. يعني انت عارفه معلقه اللحمه هتفرق معاكي قد ايه في اي اكله. واسمي عامله صينيه كوسه بلحمه، صينيه مش عارفه باللحمه المفرومه، بتاع حله مكرونه باللحمه المفرومه. يعني انا ممكن اجيب، ولو انا معايا ميزانيه وفي اول الشهر اجيب لي كيلو لحمه، تمام، ممكن اعمله 3 كيلو واخده اقسمه قطع كده او على اكياس واحطه على حسب انا اكل ايه، وعلى حسب انا عيالي بياكلوا ايه، على حسب واعمل حساب الضيف. تمام. ان ممكن حد يخش عليا، ممكن حد كده، ممكن حد كده، ماشي. هتحسي ان انت لما تروحي تكلفي فلفل وبتنجان وبطاطس وجبنه بتصرفي اكتر من انك تجيبي اللحمه. والله العظيم حتى فكروا فيها.
يعني ان شاء الله. ده انت لو رحت قلت الراجل عايزه 8 كيلو والله العظيم ما هيقول لك حاجه. فاهمه ازاي؟ وتيجي تظبطي انت في البيت. اللحمه المفرومه في البيت عندك كنز ما تنساهوش. طبعا ربنا يقدر كل واحد على شيلته، وربنا يقدر كل ولي امر وكل ست مسؤوله وكل راجل مسؤول. متنسونيش في اللايك بقى، متنسونيش في اللايك الحلو الجميل منكم. ان شاء الله هعمل لكم ميزانيات كده كتير. هظبط لكم الدنيا، وخصوصا ان احنا اخر الشهر. آه، اكيد الدنيا مزنقه مع ناس كتير. من النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو اي واحده نفسها تقول تجربتها تخش تقول لي، تمام، هبقى انزل لكم لينك الانستا. كمان انا بفتح بس تبقى ادخلوا نتكلموا سوا. هقول لكم دلوقتي اشوفكم بكل خير وكل سلام يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.